يا صباح الفل، يا صباح الجمال من المتحف القومي للحضارة وقناة اعرف بلدك مع حمزة الحجاجي. النهاردة هنتكلم عن تحفة أثرية موجودة في المتحف القومي للحضارة، وهي زي ما انتم شايفين اسم الملك قاعة، حر قاعة، وموجودة على السرخ الملكي. وهنشوف منظر السرخ الملكي زي ما انتم شايفين، منظر السرخ الملكي. تمام. طيب، الاسم الملك اللي هو الرن كان موجود في شن اللي هو السرخ الملكي قبل ما يتطور ويبقى خرطوش. طيب، مين اول خرطوش ظهر لنا فيما نعلم حتى الان؟ هو الملك سنفرو. الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة. إنما السرخ موجود عندنا من عصور سحيقة. قد يكون الملك نعرمر هو أول سرخ أو قبل الملك نعرمر. اللي عايزين نقوله ان حورس هنا مش هو حورس ابن عيسى. حورس هنا هو المعبود الشمسي، رمز الرع، هو احد المعبودات الشمسية. حورس هنا من الغالب هو اقرب لنخن، مدينة نخن اللي ينتسب اليها الملك نعرمر. طيب، من معنى الاسم نفهم ايه؟ حورس قاعة يعني الخارج من ذراع حورس. حصل صراع ما بين ست وحورس، والصراع ده قديم، وكل ملك بينسب نفسه في الصراع دوت، وبنقدر من هنا نعرف هل ست هو المنتصر ولا حورس. من خلال اسم هذا الملك نقدر نقول ان حورس كان فيه انتصار. طيب، بعد كده خلي بالك، حر قاعة بمعنى الخارج من ذراع حورس، وكان آخر ملوك الأسرة الأولى. طيب، المؤسس الأسرة الثانية مين؟ حتب سخيموي، يعني القوتان راضيتان، أو القوتان يعني في سلام. بمعنى ان القوة المقصود بالقوتين هنا مين؟ المعبود حورس والمعبود ست، يعني حصل اتفاق فيما بينهم. يعني خلي بالكم من نقطة مهمة، هل ست، أو في سؤال يطرح نفسه، هل ست هنا هو نفسه ست المقصود أو المذكور في متون الأهرام الخاص بقصة إيزيس وأوزوريس؟ هل الاتنين واحد؟ ده سؤال لازم إن احنا نطرحه على أنفسنا. وصباحكم فل، ومع مزيد من المعلومات عن المتحف القومي للحضارة.